يعني فترة التعارف والخطوبة دي دايماً بتبقى عاملة زي اللي ماشي على قشر بيض، مساحة هادية جداً بنبني فيها الثقة واحدة واحدة، بس فجأة ممكن سؤال واحد يفرقع زي القنبلة. أيوة، وينسف المساحة دي تماماً من غير أي داعي. بالظبط. المصدر اللي معانا النهاردة بيغوص في تحليل موضوع شائك جداً. ليه الخاطب ممكن في بدايات التعارف يسأل خطيبته هل تقبلين التعدد؟ ومقالات الكارثية بصراحة للسؤال ده. فأهلاً بيكم في رحلة بحث جديدة في مصادرنا. خطوة مهمة جداً إننا نقف عند المصدر ده النهاردة، لأنه بيفسر حاجات كتير. أكيد، بس قبل ما نكمل تفكيك الموضوع وبما إننا على يوتيوب دلوقتي، يا ريت كل اللي بيتابعونا يعملوا إعجاب للفيديو ويشتركوا في القناة عشان يوصلهم كل جديد. طب نرجع بقى لموضوعنا. إيه حكاية السؤال ده؟ بصي، السؤال ده بالذات بيكشف إزاي ممكن النوايا اللي بتبان إنها صراحة تتحول لأداة تدمير ذاتي لعلاقة لسه بتقول يا هادي. وتبقى ساحة معركة افتراضية ملهاش أي لازمة. الكلام ده هو ممكن يقول أنا بكون صريح من الأول عشان نبني حياتنا على وضوح. يعني إيه الغلط في الصراحة دي؟ أنا حاسة إن الموضوع عامل زي اتنين رايحين يأسسوا شركة، وأول حاجة الشريك يسألها ينفع أفتح شركة منافسة ليك لو شركتنا دي نجحت؟ التشبيه ده في محله جدا على فكرة. ما هو ده بيبوظ فرحة البدايات. هل الموافقة المبدئية دي أصلاً ليها أي قيمة حقيقية؟ اللي بيلفت النظر فعلا في تحليل المصدر إن الخاطب في اللحظة دي بيقع في فخ الغباء العاطفي. هو بيعطل استخدام عقله تماما. يا خبر، غباء عاطفي مرة واحدة؟ لأن التسرع ده بيخلق أزمة من لا شيء. الفكرة إن موافقتها في اللحظة دي غالبا بتكون مجرد كلام نظري عشان تمشي الأمور، ولما بيحصل الجد بتتحول لشخصية تانية خالص. طب ولو رفضت؟ لو رفضت، هو بيعتبر ده ضعف في عقيدتها، مع إن دي غيرة فطرية طبيعية جدا. هو بكده بيخليه يتجاهل اكتشاف حاجات أهم بكتير في شخصية شريكة حياته. يعني المشكلة إن اختبار الإيمان ده مش بس بيبوظ الثقة، ده بيخلق حاجة المصدر سماها عفريت. عفريت الشك بالظبط. الزوجة هتعيش في هاجس مستمر. أيوة، أي سرحان أو مكالمة متأخرة هتربطها بإن في واحدة تانية في حياته. وهنا بقى في مفارقة مضحكة جدا المصدر اتكلم عنها. اللي هي الشق المادي، صح؟ صح. تخيل واحد بيعمل فيها مقتدر في أول قعدة ويتكلم عن التعدد ومثنى وثلاث، ويجي في القعدة التانية أو التالتة يطلب تقليل المهر وتكاليف الجواز لأنه بيكح تراب. إزاي المصدر بيصصر التناقض ده؟ تناقض عجيب فعلا. لو ربطنا ده بالصورة الأكبر هنلاقي إنه بيعكس غياب كامل للذكاء الاجتماعي. الحكمة هي إن الواحد يتعامل مع المشاكل وقت حدوثها ومش يفتعل فزعات. مش يفتعل أزمات من العدم. طب لو هي اللي بدرت وسألت، المصدر بينصح بإيه هنا؟ المصدر بينصحه إنه يضحك بهدوء ويقول والله لو قدرتي تحببيني في الزواج ما عنديش مانع، ويسكت تماما. أكيد مش هيفتح محاضرة عن التعدد ويدخل في تفاصيل. بالظبط كده، من غير أي تفاصيل زيادة تفتح أبواب مقفولة وممكن تتفهم غلط. إجابة دبلوماسية وذكية جداً. طيب قبل ما نختم حلقتنا، يا ترى إيه هو أكتر سؤال بيعمل مشاكل في فترة الخطوبة من وجهة نظركم؟ اكتبوا لنا في التعليقات، مساحة التعليقات مفتوحة وحابين جداً نقرأ تجاربكم. وفي النهاية المصدر بيسيبنا قدام فكرة تستحق التأمل فعلا. هل الصراحة المطلقة في المواقف الافتراضية اللي لسه في علم الغيب بتهدم جدار الثقة بدل ما تبنيه؟ سؤال مهم جداً للتفكير، ومهم كمان تفضلوا معانا وتكملوا مشاهدة باقي حلقات السلسلة الحالية إزاي تدرس خطيبتك. وما تنسوش تتابعوا السلاسل التانية اللي موجودة على القناة زي سلسلة إزاي تدرسي خطيبك وسلسلة قطوف حول الخطبة. شكراً لمتابعتكم.